السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي الكورة دي حاجة غريبة. يعني المفروض إن الكورة دي رياضة. المفروض إن في حاجة اسمها روح رياضية. المفروض إن الكورة دي بتجمعنا مع بعض يعني. لكن لما تتحول الكورة لحرب والضرب وإن أنت ممكن تأذي ناس، ملعون أبو الكورة. ملعون أبو الكورة. الأهلي راح لعب في السودان، لعب الهلال السوداني في السودان. طبعا احنا عارفين دايما او كلنا عارفين اللي حصل قبل كده من مباراة الاهلي مع الهلال السوداني قبل كده، او المشاكل اللي حصلت مع الاهلي والهلال السوداني. اللاعبين بالفعل كان هيموتوا، والحاجات دي طبعا متصورة ومتوثقة. ياسر ابراهيم يعني يمكن واخد 20 غرزة. فالاتحاد الافريقي قال لك ان الملعب بتاع الهلال مش متأمن، وجات له بعثة شافته مش متأمن، فقال لك ان هيلعب المباراة مع النادي الاهلي بدون جمهور. اعترضوا وعملوا مشاكل وكانت الدنيا مقلوبة، وليه نلعب الاهلي بدون جمهور، وليه مش عم بتظلمونا. هظلمك ازاي؟ يعني عارف انت عامل مصيبة وعارف نفسك وبتستعبط. يعني زي واحد مثلا كده ايه، شر وبيستعبط، عامل نفسه ان هو مش عارف حاجة. ما علينا. المهم، لعب الاهلي مع الهلال السوداني، وبدأ الاستفزاز والمناوشات للاعبي النادي الاهلي. طبعا انا مش بس بلوم لاعبي السودان، انا برضو بلوم لاعبي الاهلي على ان الاهلي كان وحش، والاهلي كان مدي مساحة ان هو يستفز. يعني الاهلي كان وحش وكان مدي مساحة ان الهلال يستفزه او لاعبين الهلال يستفزوه، واللعيبه مركزه مع كام واحد مثلا في المدرجات، ومركزين مع الجهاز الاداري ومع الجهاز الطبي، فقدروا ان هم يستفزوهم. محمد الشناوي طول المباراه في مشاكل مع الجهاز الاداري ومع اللاعبين ومع الدكتور، ووصلت ان كان في خناقه، وبعد الماتش بخلص كان في خناقه كبيره. محمد شناوي انت راجل يعني حارس مصر الاول وحارس الاهلي الاول وكابتن الاهلي، يعني انت راجل تقيل. طبعا محمد شناوي بيقول ان الدكتور بتاع الهلال حاول يضرب او ضرب محمد عبد المنعم بازازه البنج، وكان ممكن تعوره في مناخيره ومش عارف ايه وكده. انا معاك ان هم عملوا كل حاجه ممكن تتعمل بره الكوره، بس انت راجل الحركه بتاعتك مسؤوله، التدخل بتاعك مسؤول، انت راجل مسؤول، انت راجل كابتن الاهلي. فالموضوع اتحول مش كوره. انا مش عارف ليه احنا كمصريين عمرنا ما بنعرف نعمل كده. يعني مثلا شوفوا الهلال لما يجي مصر هتعمل معاه ايه. هيتقابل بكل احترام وكل حب، وهتلاقي الامن بيحمي الهلال فوق ما تتخيل. احنا عاداتنا كمصريين ان احنا بنحترم الضيف، لكن اللي بيحصل ده مش كوره. دي مش كوره، وانت مش هتصعد. يعني هتلف الايام وهتشوف انت هلال مش هتصعد. انت حاولت بس تعمل كده حبتين وتستفز وتعمل، والكلام ده ما بتعرفش تعمله مع الفرقه الافريقيه زي سان داونز مثلا لسه واخدك 3. ما علينا. الكوره يا جماعه، الكوره دي روح رياضيه. الكوره دي رياضه، لعبه، اسمها لعبه، الناس بتستمتع بيها. ربنا يرحمنا برحمته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.